السلام، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال. هذا الفيديو بغيت نديرو على مفهوم الصبر. علاش؟ حيت اغلبيه ديالنا ما فهمش شنو هو الصبر، غير صابر وصافي. وكيقول لك اللي كيصبر راه ماجور، ان الله مع الصابرين، ان الله يحب الصابرين وبزاف. فعلا الله يحب الصابرين، ولكن ماشي الصبر اللي صابره انت ديال الذل والاهانه وكرامتك مشات واللي جاي يمسح فيك رجليه وتقولي راك صابره. هذاك ماشي صبر. حتى الدين والاسلام ما قالوش لك صبري على الذل والاهانه والحقره. حتى الذل والاسلام قالوا لك حافظي على كرامتك وما تصبريش على شي حاجه اللي انت اصلا ما طايقاهاش. النبي صلى الله عليه وسلم شنو قال؟ قال: لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق. فهمتيها؟ يعني حتى الاسلام باغيك تحافظي على كرامتك اللي انت كدليه وكتعرضيه للاهانه وكتعرضيه لاكفس الذل وكتقولي راك صابره. يعني حتى الدين كيدافع على كرامتك وكيقول لك ما تدليش راسك. وكيجي واحد ويقول لك صبري وراه عندك الجنه. راه عندك جهنم الا صبرتي للذل والاهانه والحقره وطيحتي بكرامتك للارض. راه ما عندكش الجنه. بحال اشنا هو الصبر الايجابي اللي خصنا نصبروا عليه حنا. ماشي نبقاو جالسين في بلاصتنا ودايرين يدينا على خدنا وكنولولو وتنقولوا ناري حنا صابرين ويا ربي عاوننا ويا ربي غادي يعاونك. ولكن الا تحركتي، الا قلبتي على بدائل باش تخرجي من اللي انت فيه على حسب القدرات ديالك والامكانيات ديالك. ولكن الا بقيتي جالسه في راسك وكتسني ربي يفرج وانت جالسه في بلاصتك وكتقولي انا صابره، راه هكاك غتبقاي. لا، خصك تحركي وتقلبي على البدائل باش تخرجي من اللي انت فيه. في سوره النساء كاينه هاد الايه: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. هادو حنا شنقولوا اليوم؟ ساكن ضعفاء، ساكن الله يكون في عونهم، الله يصبرهم ساكن. ياك هكا حنايا كنهضروا. ولكن في القران جاهم عتاب. اش قال لهم؟ الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. يعني ماشي قال عليهم مساكن ما عندهمش امكانيات وضعفاء لا، قال لهم الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. هاد البلاصه ما عطاتكمش، هاجروا لبلاصه اخرى. المهم ما تبقاوش في بلاصتكم وتقولوا راه حنا صابرين. لا، الصبر هو تقلبي على بدائل، هو تحركي، ماشي تبقاي في بلاصتك جالسه في واحد البلاصه اللي معذباك في حياتك. نوضي تحركي، قلبي، ما تبقايش في ديك البلاصه اللي معذباك. شوفي بلاصه اخرى اللي غترتاحي فيها، ماشي جالسه فيها وانتي معذبه ودايره يدك على حنكك وكتسني التغيير، كتسني غتنزل عليك واحد المعجزه من السماء اللي غادي تهزك من ديك البلاصه وغتديك لواحد البلاصه اخرى مريحه. شتي الا ما نطيش وقلبتي وتحركتي وبدلتي حياتك، الا ما بديتيش التغيير من راسك، راه هكاك غادي تبقاي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني الله سبحانه وتعالى ربط التغيير بالعمل والحركة. تنوضي تقلبي على راسك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. شكون هو المؤمن القوي؟ واش المؤمن القوي هو اللي جالس في بلاصتو وكيتسنى التغيير، اللي جالس صابر على الذل والاهانه وبلاصه ما عجباش وما حاملش حياته وجالس كيتسنى؟ لا، المؤمن القوي هو اللي كينوض وكيقلب وكيواجه ويقدر يسافر من بلاصه لبلاصه باش يبدل حياته ويوصل لداكشي اللي بغى. ما تيبقاش جالس وداير يدو على حنكو وصابر. قال الامام الشافعي الله يرحمه ويذكره بكل خير. اش قال؟ قال: السكوت على الذل. اشنو هو السكوت على الذل؟ جهل. السكوت على الذل والاهانه جهل. فهمتي؟ يعني الواحد ينوض يقلب على بدائل، يقلب على راسه، ماشي يبقى جالس ويقول راني صابر. حيت داك الصبر راه كل فاهمينه راه غلط، هذاك ماشي صبر. مثلا شي وحده
كتقول لك راجلي ظريف وسخي وكل شي فيه زوين الا حاجه وحده، كيمد يديه يعني كيضرب. اشنو هي النصيحه اللي كيعطيوها الناس ملي كتقول لهم هذا المشكل؟ كيقول ايوا ماشي مشكل، منين غير كيمد يديه وكيضرب مره صبري، ماشي مشكل، دوزيها ليه وصبري. ومنين يكون معصب ما تقربيش ليه، سيري خلي ليه المساحه ديالو، ما تقربيش ليه هو معصب وما تستفزيهش. ياك ويلي كي غدير ما تستفزوش، كي غدير جوج عايشين في دار وحده 24 ساعه وهما بجوج بين 4 الحيوط، كي غدير ما تستفزوش. كيفاش ما غدير حتى تصرف ولا موقف اللي ما غاديش يستفزو؟ واش ممكن؟ ما يمكنش، من طبيعه الحال ما يمكنش. لا، راه هو اللي خاصو يمشي يتعالج ويتعلم كيفاش يتحكم في التصرفات ديالو وفي الانفعالات ديالو، ويتعلم يضبط الغضب ديالو وما يبقاش غير جالس ويمد يديه. هادشي اللي خاص يعلموه الناس، ماشي الصبر السلبي ديال تصبري على الضرب والذل والاهانه وشحال من حاجه خايبه. الصبر هو فن البحث عن البدائل، وهذا هو الصبر اللي كانوا كيصبروه الانبياء. فاصبروا كما صبروا اولو العزم. كيف صبروا اولو العزم؟ ضاقت عليهم مكه، هاجر المدينه، ضاقت عليهم المدينه، هاجروا الحبشه. يعني ما بقاوش في داك المحيط اللي ضايق عليهم، تحركوا، ما بقاوش في بلاصتهم. هذا هو الصبر، هو تحرك وتقلب على البدائل، ما تبقاش جالس في داك المحيط ديالك اللي معذبك في حياتك وكتسنى. ما تبقاش جالس وداير يدك على حنكك وصابر وكتسنى ربي يعاونك. تبقى جالس وتقول يا ربي يا ربي راني المؤمن ديالك الضعيف، يا ربي عاوني. عاون انت راسك باش ربي يعاونك، ماشي جالس في بلاصتك وصابر وكتسنى ربي يعاونك. راه ما يمكنش. المؤمن القوي هو قوي النفسيه، في نفسه قوي، كينوض وكيوقف وتيقلب وكيتحرك، ما كيبقاش جالس في بلاصتو ويبكي ويشكي. هذا هو المؤمن القوي، هو اللي الظروف ما كتغلبوش، هو اللي كيغلبها. صبري، ولكن صبري الصبر الايجابي ماشي الصبر السلبي. ايوا صافي، هنايا غادي نسالي الفيديو، ونتمنى تكون هضرتي خفيفه ظريفه عليكم. و ولا عجبك الفيديو واستفدتي منه، ما تنسيش تخلي لي اعجاب، تخلي لي شي تعليق زوين، ديري لي اشتراك، المهم باش تشجعوني حتى انا. وكتبي لي في لي كومونتير واش نتيا كتصبري الصبر الايجابي ولا الصبر السلبي. وخليو هذا الفيديو يوصل لاي واحد محتاج يسمعه، اي واحد عنده مفهوم غلط على الصبر ومحتاج يسمع هاد الهضره صيفطوه ليه. ونتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وتهلاو ليا في راسكم، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. باي باي، بوسه كبيره لكم.